سلام سلام بنات، واش راكم؟ تكونوا كامل بخير وصحه تاعكم لاباس وانتم تشوفوا فيديو اليوم. واش راكم زينات وخبيراتكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم جيتكم بروتين تاع طلبيه. شوفوا يا البنات، ما نظن ما كان حتى وصفه في الفيديو، جبت لكم برك روتين طلبيه والتليفون حالف ما صور لي زين. والله يا البنات حاولت نتصور، ماهوش عاطيلي كامل حق الكاطو. شوف في الواقع يبان يهبل بصح في الفيديو مش عارفش بيه. جاي حشم برك، حشمت باش نجيكم بلا فيديو هذا السمانه. قلت معليش اللي صورتها فيها بركه زينه شينه دبرات يا اخي حباباتي ومالفين بعضنا. المهم كما راكم تشوفوا حبيباتي، جيتكم بروتين تاع طلبيات. واحده كانت مكومونديه صابلي وبوسوله مسو، واحده كانت مكومونديه زهرة الرمال الصبوحي تاع صاحبتها، وهذه اللي تارتولات تاع شيكولا كما راكم تشوفوا. المهم حبيباتي، اول حاجه كنت بديت بها هي عجينه السكر، على بالي تشد الوقت حاله. راكم تشوفوا في هذون برك ما مش ياسر، بصح راكم عارفين بديت بعد 3 العصر طول 3 وحاجه كما هاك حتى نقرب اذان العشاء. خلاص حسيت ظهري يسطر. المهم حبيباتي، عجينة السكر تدي حال الوقت. اول حاجه تبداي بها كي تكون عندك كوموند ولا كش حاجه ولا فرحه معوله ديريها عندك، ابداي بعجينه السكر. المهم كما راكم تشوفوا برك، وثاني كميه مش كبيره، ربعين تاع القلوبه هذوك اللي تشوف فيهم، وربعين تاع هذاك الموتيف اللي الرخامي مش ياسر. المهم كما راكم تشوفوا حبيباتي، اول حاجه بديت بها هي عجينه السكر، وفي نفس الليله بعد ما كملت درت الصابلي، كنت كملته وهو والبوسوله تمسو، خليته بورتمونجي على بال المراه كانت كوموندات نهار الاربعاء على اساس تديهم لجمعه في الليل. ومن بعد انايا هذاك وين صرافت وبديت الخميس بارك. المهم هذا نهار الخميس كملت كلش وخليته بورتمونجيات، وصباح برك بديت نشكل ونديكور على اساس تديهم في الليل، ومن بعد ما كتبت شداتهم نهار السبت. المهم كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا في نفس الوقت راني نسكر ونقلاصي في كاطو تاع الشيكولا. اهم حاجه يا البنات في البوسوله مسو انكم ما تشحوش في السكر. كما راكم تشوفوا انا راني دايره برك 40 حبه، ندير فيها قصعه وفاتحه زوج بيض تاع سكر ناعم. وهنا لاصوص اللي راح نمدها لكم هي انه ما تغطيش الحبه تاع البوسوله مسو في الشاربات تاعك، ومن بعد تنشفيه في البابي. ادهني برك بالبانسو وحطيهم كما راهم موضح في الفيديو، ومن بعد دري عليهم السكر وخليهم 10 دقائق هكذا ونحيه. المهم في هذيك 10 دقائق راني كلاصي كاطو الشيكولا باش نكملهم مع بعض. المهم انا بعد ما كملتهم كامل جبتهم حطيتهم في البواط والكيسات، وخليت باش نديكوريهم في البيض باش يبانوا بيان فيني. وهنا كما راكم تشوفوا بديت في زهرة الرمال. بعد ما كملت كوموند هذيك بديت في زهرة الرمال، شكلتها وجدت الحشوة. بعد كل ما نطيب فوج اللي نطيبه نعسلو نبقى نشكل في الفوج اللي بعده. شوفوا البنات جات تهبل برك التصوير مش عاطيها حقها، المره التليفون مش حاب يصور. مش دعاقه. المهم الشكل في الواقع ولا اروع. المهم حبيباتي، وهنا كانت الكوموند نتاع لي تارتولات تاع الشيكولا. كانت مولاتهم هي لي كوموندات محشيين بالكراميل والبنان. المهم كما راكم تشوفوا هذه كانت النتيجه. الحاجه اللي بدلتها برك هي اني كريم دبلومات بعد ما وجدتها كامل ضفت لها شيكولا نوار، شيكولاته سوداء، ضفتها بعد ما ذوبتها ضفتها للخليط وشكلت جا ولا اروع. وبنتهم جات تهبل بهم شيكولا، بالنسبه لي يشتو شيكولا هذون صح راح يعجبوه. المهم حبيباتي هذه كانت النتيجه، جات ولا اروع وفي الواقع احسن ببعيد. المهم حبيباتي ما تنساونيش بعد تعليقاتكم الجميله، مرحبا باللي ضافونا جدد. المهم حبيباتي ما تنساوش الاشتراك في القناه وجاموا تعليق دينو كما نتوما، ونقول لكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.